الطفولة كلها مراحل مختلفة عن بعضها، بس يا ترى ايه أصعب سن في تربية الأطفال؟ كلكم هيجي في بالكم دلوقتي إن أصعب سن في تربية الأطفال هو سن المراهقة. هو فعلا صعب، لكن مش أصعب حاجة، لأن أصعب حاجة هو طفل صاحب 7 سنوات. هو أصعب سن في تربيته، بس يا ترى ليه؟ الطفل في السن دوت بيبقى عنده بعض التغيرات مختلفة، زي مثلا إنه بيعمل أفعال لسه الأطفال الصغيرين اللي بيعملوها، وفي نفس الوقت بيبقى عنده جزء من تفكير الأطفال الأكبر منه والأطفال في مرحلة المراهقة. يعني مثلا ممكن يعمل بعض مواقف محرجة، زي إنه ياخد فلوس مش بتاعته، أو ياخد أي حاجة من ورا حد من غير ما يعرف مدى خطورتها. ده غير كمان إنه ممكن يعيط لكونه رافض أي حاجة، زي الأطفال الأصغر منه في العمر. وكمان ممكن يعرض نفسه للضرب أو بالأذى بأي وسيلة من الوسائل، علشان بس حاسس بأنه شخص كبير ولازم يدافع عن حقه وما يسيبهوش، وده علشان خاطر هو بيفكر بطريقة الأطفال الأكبر منه والأطفال المراهقين. ده غير كمان العند الشديد اللي بيظهر خاصة في السن ده. طيب الحل ايه مع الأطفال ذو العمر ال7 سنوات؟ أهم حاجة نقربهم من ربنا عشان يقدروا يميزوا ما بين الصح والغلط، الحلال والحرام، وده كله بنعمله بالحب والحنان والاحترام والاحتواء والصبر.